يا ترى ايه الهدية اللي لو جبتها الأنثى برج الحمل تحبك وتعشاك وتتعلق بيك؟ قبل ما نتكلم في نوع الهدية خد بالك ان الهدية بتوصل رسالتين. الأولى انك بتدفع فلوس من جيبك علشان خاطر تجيب لها حاجة، دي حاجة الست بتقدرها جدا جدا جدا. أما الوظيفة التانية والأهم انك لما بتجيب لها الهدية اللي في دماغها أو اللي هي بتفكر فيها أو اللي هي عايزاها، ده معناه انك فاهمها، والست بتدور قوي قوي وبتعتني جدا وبتحب الراجل اللي يعرف او يقدر يفهم. خد بالك ان انثى الحمل انثى تنافسية، بتحب المنافسة، بتحب المغامرة، بتحب الانطلاق، بتحب الحركة. علشان كده لما تفكر تجيب لها هدية فكر تجيب لها هدية في الخط ده. يعني مثلا ممكن تجيب لها ملابس رياضية، حذاء رياضي، ممكن تجيب لها مثلا ألعاب فيديو فيها تنافس. بتحب دايما تبرز جانب التميز والتفوق أو المنافسة أكتر، اللفظ المنافسة أكتر بيعبر عنها. بتحب دايما تبقى في منافسة وهي اللي تكسب وهي اللي تجتاز. الخط ده بيلفت نظرها وبيعجبها. ممكن تجيب برفان، طبعا بتحب البرفان، بس مش هيبقى اكتر حاجة هي بتحبها. بتحب قوي الحاجات اللي لسه نازله جديد، لان قلنا تنافس، يعني انا جبت الحاجة الجديدة الاول. الحاجة اللي فيها تنافس، الحاجة اللي بتخش دايما في خط التنافس. بتحب الحاجات اللي فيها حركة واندفاع ورياضة وجري، السفاري بقى والحاجات اللي هي فيها مغامرة، السفر المفاجئ. دايما يعني اشبع عندها حتة روح المغامرة والحركة. على فكرة بتحب الأدوات المكتبية جدا، الأقلام والكراسات والحاجات دي، وخصوصا لو كانت ألوانها يعني كبيرة أو كتيرة ومتعددة. امرأة متطلعة أو امرأة طموحة وامرأة بتحب المنافسة، والحياة عندها عبارة عن سباق كبير وماراثون ضخم. حاول وانت بتشتري هدية تخاطب طريقة تفكيرها، وخد بالك ودي آخر حاجة هقولها لك، إنك لازم تقدم الهدية بطريقة كويسة. مش كفاية إن هي تبقى لمسها بس، لا، قدمها بطريقة كويسة. كده أضمن لك إنك تلمس قلبها وتكسب ودها وحبها. في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشترك في القناة، ولو في أي كومنت اكتبه في التعليق تحت وأنا هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.